السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن تمرين التراي بالكيبل. في التمرين ده هستخدم المسطره المسطحه. اول حاجه قبل ما ابدا التمرين بتاكد ان الجزء ده في الجهاز يكون ثابت. يعني انا يستحسن ما اكونش بعيد كده بحيث وانا بلعب الاقي الجزء اللي فوق ده بيتحرك مني. لا، انا كل ما كان الكيبل ثابت كل ما استفدت اكتر من التمرين. لازم وانا بشغال الكيبل نفسه يبقى عمودي وانا شغال. يعني ما ينفعش الكيبل يبقى كده شغال من بعيد كده والكيبل اتجاهه مش عمودي على الارض. لا، انا بحاول اقرب على الجهاز كده خالص واشتغل. الطلعه بتاعتي بطلع لحد فوق خالص لحد ما المنطقه دي تقفل خالص. يعني بعد نهايه صدري كده بالظبط ابدا انزل اعمل سكويز وكوعي بيروح لقدام حاجه بسيطه كده قدام. في وضع تاني برضه ممكن يكون مناسب ان انا ممكن ارجع لورا شويه كده وبميل على الجهاز واخلي كوعي نفسه يروح لقدام شويه بالشكل ده. دي بتكون انسب وبتحس بالترايسبس بشكل اقوى. طبعا لازم كوعي في التمرين ده يكون ثابت، ما ينفعش ان كوعي يتحرك. في حاجه مهمه جدا، اي تمرين تراي بالكيبل بشتغل بيه يستحسن نحمل المسطره نفسها على الجزء ده، على العظمايه دي. ما بقاش ماسكه بالصوابع كده، لا، انا يستحسن احمله على المنطقه دي كده، هضمن اقصى استفاده ممكنه. الطلعه بتاعتي هاديه نسبيا وفيها الشيك، والنازله سريعه نسبيا وبعمل سكويز تحت وفيها الزفير.